ايه الاخبار؟ ازيك عامل ايه؟ انت معلم، لو انت لسه اول مره ما تنساش تعمل سبسكرايب في القناه وتنزل تحت كده تعمل لايك للفيديو ده عشان يوصل لاكبر عدد ممكن من الناس. وتحاول برضه انت ممكن تشير الفيديو ده مع اصحابك، يعني لو اي حد مهتم بالتك وكده خد بالك تشير الفيديو ده مع اصحابك، يعني عشان نحاول ان احنا نوصل لاكبر عدد ممكن من الناس. يعني احنا قربنا قوي على 1000 سبسكرايبرز، ده مايلستون بالنسبه لي، فهيلب فاهم. طيب عايزك تركز معايا في الموقف ده كده. انا كمحمد شغال مونتير، انت عارف، ففي فتره كده كنت بشغل فيها على بروجكت. الكلام ده من 100 سنه مثلا، كنت شغال على بروجكت وخلصت شغل على البروجكت وريندر ودخلت نمت. البروجكت كان كبير شويه، فكده كان ياخد وقت قبل لما يرندر. يعني ظبطت الارم على الساعه 6 الصبح تقريبا. هو كان في 3 ساعات رندر، فالساعه 3 ضغطت انبه على الساعه 6 الصبح اولموست يبقى خلص. يعني قلت هصحى اشوف الكلام معاه على ايه. نمت وصحيت لقيت الكمبيوتر اسود خالص، لا هو شغال ولا في اي حاجه، ولا حتى هي المروحه بتلف وكل حاجه بس مفيش اي حاجه شغاله. قعدت احرك الماوس يمين شمال ادوس على الكيبورد مفيش اي حاجه. وبعد كده قلت خلاص، شلت الفيشه بتاعت الكمبيوتر وحطيته تاني، لقيت نفس الفكره ان الكمبيوتر بينور وبيدي شاشه سوداء. وبعد كده ظهرت رساله جميله جدا ان مفيش حاليا هاردات متوصله بالكمبيوتر عليها اوبريتنج سيستم، فالكمبيوتر مش عارف يلوج ان على ايه اصلا، او يدخل اصلا على انهي هارد، لان مفيش اصلا هارد اصلا في الكمبيوتر. رحت فتحت الكيسه وقعدت احاول ادور على اي حاجه ليها علاقه بالاسلاك بتاعه توصيل الهارد المذر بورد والكلام ده. لقيت كل حاجه تمام والمفروض الدنيا تبقى زي الفل. وهنا عزيزي المشاهد استنتجت حاجه مهمه جدا جدا، ان الهارد اتحرق بشغلي، الماتيريال اللي عليه، بصوري، بكل حاجه. طبعا انا ساعتها كنت هتشل بصراحه يعني بصراحه مش هضحك عليك يعني. انا ساعتها طبعا كنت هتشل وكنت متضايق جدا ازاي حاجه زي كده تحصل وبتاع. ولكن هنا يجي دور البرودكت اللي هنتكلم عنه النهارده. البرودكت ده هو اكسترنال هارد من شركه ويسترن ديجيتال. الهارد ده انقذ حياتي فعلا كذا مره، لان فعلا هو اكسترنال هارد، فانت تقدر تخزن عليه الحاجه بتاعتك اوريدي. كل الحاجات الامرجنسي او كل الحاجات الاسنشال بتاعتك تقدر انت تخزنها على الهارد ده، وفعليا تحطه في مكان وتنساه خالص، يعني فاهم. طيب الهارد ده فكرته ايه؟ الهارد ده فكرته ان في سيتويشن زي السيتويشن اللي انا فيه ده، لو انا كان معايا الهارد ده ساعتها عمل باك اب كل الحاجه بتاعتي على الهارد ده، كان هيبقى فعلا انا كاني ما خسرتش اي حاجه. ولكن فعلا انا خسرت الماتيريال اللي انا كنت منزلها، خسرت صوري، وخسرت كل الفايلز بتاعت الشغل بتاعتي. بس الحمد لله، يعني لو كان الهارد ده معايا ساعتها ما كانش ده حصل، فاهم. طيب الهارد ده فعليا انا حاطط عليه كل الداتا بتاعتي، سواء كانت صوري، سواء كانت شغلي اللي انا عملته قبل كده، سواء كانت الماتيريال بتاعتي، البرامج اللي انا بستخدمها في الشغل، اي حاجه موجوده على الكمبيوتر انا ما بقدرش استغنى عنها. غالبا هتلاقي منها نسخه موجوده على الهارد ده. يجي واحد لذيذ كده يسالني طب ليه ما تستخدمش الكلاود درايف زي الجوجل درايف، زي الاي كلاود، زي وان درايف حتى، بس رغم ان ما حدش بيستخدمه يعني، بس يعني I will look for you. I will find you. ليه ما تستخدمش الحاجات دي؟ هقول لك يا صديقي العزيز ان ادخل منصه من المنصات دي اللي هي جوجل درايف بتدي 15 جيجا. الماتيريال بتاعتي لوحدها 22 جيجا، بغض النظر عن البوينت دي تماما. حتى لو جوجل درايف بتدي انليمتد سبيس، عشان ارفع 22 جيجا اونلاين ولما احتاجهم اقعد انزلهم تاني بالنت الجميل اللي عندنا في مصر ده، احنا مش هنخلص، فاهم. ده كمان في نقطه برضه انت مهمه انت ناسيها، استخدامك او ان انت خلاص هترفع الحاجات دي على جوجل درايف، انت بتربط الاكسس او الوصول بتاعك للملفات دي بالجوجل اكونت بتاعك. يعني بمنتهى البساطه لو جوجل اكونت بتاعك ده ضاع، او انت نسيت الباسورد او نسيت الايميل بتاعه، طيب انت كده خلاص انت خسرتها للابد، لان هي موجوده على الاكونت ده او على الدرايف بتاع الاكونت ده بس، فاهم. المهم يا صاحبي من غير رغي كتير، تعالوا نشوف النهارده البرودكت اللي احنا هنتكلم عنه النهارده ده بيقول ايه كده. طيب من اللحظه الاولى اللي هتخرج فيها الهارد بره الكرتونه، هتلاقي ان الهارد جاي بتصميم شيك قوي 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 كده. التصميم بتاعه جاي بلون ما بين اسود لرمادي غامق. حقيقي انا اسف بس انا والله فعلا مش بعرف اميز اللونين دول بالذات، عندي بينهم مشاكل يعني. وفي من فوق كده حته عليها زي تدريجه كده او زي شكل ويفي كده، بصراحه ده الهارد شياكه وشكلها اخر فخامه يعني. والتدريجه دي مش بس موجوده في الوش، لا دي كمان موجوده في الظهر كمان بتاع الهارد. وتاخد بالك برضو ان الوش جاي بلون والظهر جاي بلون. وش الهارد بيبقى تقريبا اسود او رمادي غامق، وظهر الهارد بيبقى تقريبا رمادي فاتح او حاجه زي كده. انا زي ما قلت لك انا مش كويس في الالوان، فانت هتتغاضى معايا النقطه دي خالص يعني. على وش الهارد من فوق هتلاقي فيه مستطيل محفور عليه اللوجو بتاع ويسترن ديجيتال اللي هي الشركه اللي عامله الهارد ده يعني. ومن الجنب هتلاقي المدخل بتاع الكابل الغريب غير المفهوم الموجود مع الهارد اللي انت منه بتنقل الداتا. جنب المدخل بتاع الكابل ده هتلاقي اللمبه الوحيده اللي موجوده في الهارد، واللي هي بتنور بلون برتقاني كده او متوصل الهارد الكمبيوتر. ده معناها ان الهارد بيجهز عشان تقدر تستخدمه في نقل الداتا بتاعتك. على ذكر الكابل بيبقى جاي من ناحيه بي اس بي تايب اي عادي، اللي هو يو اس بي عادي، والناحيه الثانيه جايه برده بالمدخل الغريب اللي انا مش فاهم ايه ده. لو حد يعرف ايه اسم الكابل ده يكتب تحت في الكومنتس، لاني عملت ريسيرش كتير ومش فاهم بصراحه ده اسمه ايه. صحيح في حاجه مهمه عايز اقولها في موضوع الكابل خامته نظيفه جدا جدا بصراحه يعني. هو اي نعم تحسه 3 سم في نفسه وتحسه قصير قوي كده، ولكن بصراحه خامته حاجه اخر فخامه برده. طب احنا عندنا فتحنا كتير الهارد وما اتكلمناش في اهم نقطه، اللي يفرق الهارد الخارجي ابو 3000 جنيه ده بالهارد الداخلي ابو 800 جنيه او 900 جنيه حاليا. اولا ده هارد خارجي من نوع اتش دي دي، يعني بيضمن لك اطول فتره استخدامه
ممكنه. طب لان ده اصلا هارد خارجي فهو ما بتحطش عليه اوبريتنج سيستم، مش بيبقى على طول متوصل بالكمبيوتر، ما بتنزلش مثلا عليه حاجات. كل الحاجات دي طبعا بتاثر على عمر الهارد، لكن ده هارد خارجي كل اللي بتعمله ان انت فعليا بتخزن عليه الداتا. ده كمان اتش دي دي مش اس اس دي، فده بيضمن لك عمر طويل، وبالتالي بيضمن لك الحفاظ على الداتا بتاعتك لاطول فتره ممكنه. يعني عايز اقول لك ان لو الكيسه كلها ولعت لا قدر الله، يعني كده كده الداتا بتاعتك كلها في امان، لان انت كده كده شايلها في مكان او واخد منها كوبي على الهارد بتاعك، فكده كده مش هيجرى لها اي حاجه. في برضه نقطه ثانيه انت مش واخد بالك منها، ان وارد جدا جدا ان النسخه الويندوز بتاعتك تقع وانت غلبان زينا زي معظم الناس، وحاطط الهارد واحد بس جوه الكمبيوتر هو اللي عليه الاوبريتنج سيستم وهو اللي عليه الملفات بتاعتك، والنسخه وقعت، انت ما عندكش اوبشن تاني غير انك تفرمت الهارد وكل الداتا اللي عليه تروح. فعشان كده فكره انك تشتري اكسترنال هارد وتخزن عليه الداتا بتاعتك، بحيث ان انت لما تعمل نسخه جديده وتنزل نسخه جديده وتنقل عليه الداتا بتاعتك، هي فكره مش وحشه ابدا يعني. فالفكره في ايه بقى؟ الفكره ان الهارد ده هو اختيار كويس جدا جدا لحد عنده ملفات كتيره جدا جدا وملفات مهمه مش عايز يخسرها، فيقدر ان هو ياخد منها كوبي او نسخه احتياطيه عنده على الهارد، بحيث ان لو لا قدر الله حصل حاجه للكمبيوتر يقدر انه يسترجع الملفات بتاعته دي تاني. طيب انا كمحمد بصراحه شايف ان الهارد ده استثمار كويس جدا جدا لاي حد بالاوصاف اللي احنا لسه قايلينها دي، وشايف انك انت برضه لو انت شغال جرافيك ديزاينر، مونتير، اي حاجه بتعملها بورتفوليو، يعني ممكن تاخد نسخه من كل شغلك اللي انت عملته ده وتحطه على الهارد بتاعك، بحيث برضه انك تحميه من انه يضيع او اي حاجه ما كانش عندك بورتفوليو يعني. بس تقدر انت تعمل الحركه دي برضه عشان تحمي نفسك من انك لا قدر الله برضه تخسر الملفات المهمه بتاعتك يعني. طب لو انت راجل نزهه كده واخد بالك وعايز تروق على حالك وعايز تروق على الحاجه بتاعتك، تقدر تجيب للهارد ده الكفر، لان الهارد بيجي من غير اي كفر من غير اي حاجه. تقدر تجيب له الكفر ده، كان تقريبا عامل 200 او 150 جنيه يعني. تقدر تجيبه عشان برضه توفر اكبر قدر ممكن من الحمايه، عشان لا قدر الله لو اتخبط ما يجرالوش اي حاجه. وتقدر كمان برضه تعمل زي ما انا عامل، انك تخزن الهارد جواه. انا فعليا بعمل الحركه دي، انا بحط الهارد جواه بالكابل بتاعه وبقفله وكده تمام كده، الهارد محطوط جوه الكفر بتاعه، ولما احتاج الهارد بقى بطلعه من الكفر بتاعه نفسه، فاهم؟ وبكده اكون خلصت كل اللي كنت عاوز اقوله. يا ريت لو الفيديو عجبك ما تنساش تعمل لايك للفيديو ده وتعمل سبسكرايب في القناه وتفعل زر الجرس عشان كل ما انزل لك فيديو ان شاء الله باذن الله يجيلك اشعار اول باول. ما تنساش صحيح تتابعني على كل البروفايلز بتاعتي على السوشيال ميديا، هتلاقيها موجوده تحت في الديسكربشن. وشكرا لك جدا، واشوفك الفيديو الجاي ان شاء الله. سلام عليكم.